عندما رأى الشاب اليمني عمر العمودي المذيعة كريستيان على قناة الحدث، أرسل لها رسالة قائلا فيها: سأحدثك عن عينيك وكونها تحمل حربا وسلام وموت وحياة، وأن شفتيك فيهما هزيمة ونصر وعذاب ومغفرة. عزيزتي كريستيان، ملامحك الشقراء فاتنة، لكن اللون الأسود في كل مرة يبدو عليك جميلا جدا، وشامتك التي تتوسط عضدك الأيسر تثبت ذلك، وحمالة صدرك التي تظهر أسفل قميصك الشفاف لا تدع مجالا للشك في أن من الظلم من يستخدم هذا اللون للعزاءات. أنت لا تحتاجين للأدلة وشاهد العيان والمراسلين لتثبتي صدق ما تقولين. أظهري في خبر عاجل وقولي فيه أن القدس تحررت والسودان آمنة وسوريا أصبحت عامرة وتوقفت الحروب في اليمن. تحدثي عن ترامب وأنه قدم استقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة أمريكا وإيران، وأن حاكمنا السابق عفاش ما زال حيا، ورئيسنا الحالي عبد ربه أصبح حاملا في شهره السابع. نعم، قولي تلك الأشياء وسأصدق معك، فقط كل الأنباء قابلة للتصديق، وكل المآسي التي تمر على شفتيك تكون جميلة. فرد صديقه الشاعر سلمان القباتلي على رسالة عمر وقال: مرحبا عمر، أنا كريستيان، قرأت رسالتك فابتسمت مرة وحزنت مرتين. ابتسمت بفطرة الأنثى التي يسرها سماع كلمات الغزل والثناء وإن أخفت ذلك، وحزنت مرتين، مرة عليك والأخرى علي. إنها لعنة الجمال يا عمر، اللعنة التي تقتل الجميع، تصيب الرجال بمرض العشق، وتصيب النساء بمرض الغيرة والحقد، وتصيب الجميلة بمرض الوحدة والاكتئاب. يتسابق الجميع إليها، لكنهم يظلون في ميدان السباق ولا يصل إليها أحد، وإن وصل يتعس من تعاستها. يحب امرأة هي في قلوب الجميع حتى يشعر أنها لم تعد ملكه الخاص، فقد صارت للجميع. الجميلات يا عمر هن أتعس الفتيات، يكسرن قلوب البسطاء الذين تعلقوا بهن، ويكسر قلوبهن الأثرياء الذي يشتروهن كتحفة منزلية. عفوا عمر، نحن المذيعات لسنا جميلات، وإن أمتلكنا بعض الجمال إنه فن الخدعة يا صديقي، جمال محشو ملامح مركبة وإغراءات متعمدة. تحزن إحدانا لسقوط رموشها الصناعية أكثر من سقوط الضحايا، وتخشى الأخطاء الفنية أكثر مما تخشون أخطاء القصف. ما نحن يا صديقي إلا دمي بشرية أو آلة إعلامية تقرأ الأخبار السيئة والجميلة بنفس الشعور والملامح، فلا فرق بين افتتاح مقهى ليلي وبين سقوط 10 الضحايا من أطفالكم ليلا. عفوا عمر، لم أسألك عن أخبارك لأنني أعرفها